السلام عليكم يا جماعة، أنا باحب إعادة اختراع العجلة من جديد أوي الصراحة، يعني الموضوع بيفهمك الحاجة شغالة فعلًا إزاي زيادة عن اللزوم، وكنت دايمًا أسمع حد يقول لي يا ابني لا تعيد اختراع العجلة من جديد، يا ابني بتضيّع وقت، طب ما هي موجودة ليه تعملها تاني والّا أنت غاوي وجع قلب؟ وفعلًا الناس دي كان معاها حق، ولكن الفترة اللي فاتت دي بيّنت قد إيه إحنا ضعاف جدًا، وقد إيه إحنا محتاجين ناس تعيد اختراع العجلة من جديد، حتى لو هتقلدها بشكل مش حلو ومش بنفس مواصفاتها الحالية، بس هيبقى اسمها بتاعتك، يوم ما تتخانق مع صاحب المفك هترمي له المفك في وشه وتاخد عجلتك وتمشي. وبعدين بقيت انت المتحكم هنا، مش هيجي يقول لك ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ تعملها ببدلين، انا مش هديك تعملها بتلاته. فيا جماعه انا فعلا مش عايز اقاطع بس منتجاتهم الغذائيه، انا عايز بديل لافلامهم وافكارهم والعابهم والسوفت ويرز بتاعتهم، اي حاجه تخص الناس دي. عشان كده انا جاي النهارده اتكلم في الفيديو ده عن اوبن جي ال. اوبن جي ال هو عباره عن جرافيكس اي بي اي بيخليك تقدر تتواصل مع كارت الشاشه عشان تخليه يعمل وظيفه معينه من غير ما تشوف الامبلمنتيشنز بتاعه الكود. طيب ايه الحاجات اللي انت تقدر تعملها باوبن جي ال؟ بكل بساطه انت تقدر تتواصل مع كارت الشاشه في اي حاجه ليها علاقه بعرض الجرافيكس، انت تقدر تعملها. يعني عندك البرامج اللي ليها واجهه رسوميه اللي بتتعمل بالجي او اي فريم وركس، الحاجات دي اصلا مبنيه فوق جرافيكس اي بي اي. تقدر تعمل 3 دي موديلنج سوفت ويرز زي مايا او بلندر او زي برش. وفي حالتنا احنا واللي هنتكلم عليه اكتر هو الجيم انجنز. لو مش عارف يعني ايه اي بي اي فانا يعتبر قلته ضمنيا من شويه، ولكن اوبن جي ال مش بالظبط اي بي اي. اوبن جي ال هو عباره عن سبيسيفيكيشنز، في شويه ناس جم قعدوا مع بعض كده بيفكروا، واحد منهم قال لك يا سلام لو في فانكشن تديها 3 نقط في الفراغ يقوم راسمهم لك على الشاشه. واحد تاني قام متحمس برضك وقايل ولا بقى لو في فانكشن تانية تغير لون الباك جراوند. فقام واحد طيب ابن حلال منهم رافع عادة المثقفين دي على الانترنت وشافوها اصحاب الشركات المصنعه لكروت الشاشه، وقال لك طب والله فكره، ما بدل الحاجات ديت ما هي على الورق نعمل لها امبلمنتيشنز. وبالفعل كل شركه مصنعه لكروت الشاشه زي انفيديا او اي ام دي وغيرهم، كل واحده منهم عملت النسخه الخاصه بيها من اوبن جي ال بحيث انها تتواصل مع كارت الشاشه الخاص بكل واحد فيهم. طبعا الشركات دي مش تبع بعضها، فاكيد الامبلمنتيشنز بتاعت انفيديا مش زي بتاعت اي ام دي، فعشان كده لو انت كتبت كود في اوبن جي ال وعندك كارت شاشه معين، لو جيت شغلت نفس الكود دوت على كمبيوتر تاني فيه كارت شاشه مختلف هيظهر لك نتيجه مختلفه اختلاف طفيف عن الشخص التاني، وده بسبب اختلاف الامبلمنتيشنز بتاع كل شركه من دول. لو القيت نظره على ال 3 دي موديلز الحاليه المعقده جدا اللي بتشوفها اليومين دول اللي ما بتعرفش تفرق ما بينها وما بين الحقيقه، لو خدت نظره عن قرب هتلاقيها انها مكونه يا اما من مثلثات او مربعات كتير قوي لازقه في بعض فكونت الشكل المعقد ده. لو ركزنا على مثلث واحد من دول هتلاقيه مكون من عده نقاط، والنقاط دي بتتخزن في حاجه اسمها الفيرتكس بافر، وده مكان في الميموري ولكن بتاع كارت الشاشه. عشان في الحاله بتاعتنا احنا مش محتاجين البروسيسور في حاجه، احنا محتاجين كارت الشاشه هو اللي يقوم بالعمليات الحسابيه، لان احنا عندنا فيرتيسز كتيره جدا محتاجه قوه عملاقه عشان تشتغل عليها. جوه كارت الشاشه في برامج صغيره اسمها شيدرز، وهي ديت اللي بتعمل العمليات الحسابيه على اي حاجه لها علاقه بالجرافيكس. والشيدرز ديت هي ليها لغه شبيهه جدا بالسي او السي بلس بلس، وهي الاوبن جي ال شيدنج لانجويج. واحنا عندنا انواع مختلفه من الشيدرز وكل واحد منهم مسؤول عن حاجه معينه. وفي مبدا مهم جدا في برمجه الجرافيكس وهو الريندرنج بايب لاين. يعني احنا عندنا في الفيرتكس بافر كنا مخزنين شويه نقط كتير جدا بتعبر عن شكل معين، فالنقط دي بتعدي على ماسوره كده عشان تطلع بالشكل النهائي بتاعها. طبعا زي ما انت شايف شاشه الكمبيوتر الشاشه مسطحه، فازاي اصلا بنعرض الشكل ال 3 دي ده عليه؟ وده ياخدنا لاول حاجه وهو الفيرتكس شيدر، وده بيحول الفيرتيسز لحاجه قابله انها تتعرض على الشاشه المسطحه ديت، غير انه بيديها صفات جديده زي البوزيشن والتكستشر كوردينيتس والكولر والنورمالز واليو فيز وحاجات تانية كتير. وبعد كده كارت الشاشه بقدر الامكان بيحول الحاجات دي لبيكسلز قريبه جدا من الشكل بتاعك عشان تتعرض على الشاشه، ودي مرحله الريسترايزيشن. وفي النهايه بيشتغل الفراجمنت شيدر، وده البرنامج التاني مسؤول عن البيكسلز بقى، ده اللي بيدي البيكسلز اللون النهائي بتاعها، ولو في اضاءه او ظل او في تكستشرز بيحسب كل الكلام دوت ويديها للبيكسلز. وبس كده، هي دي الماسوره اللي بيعدي عليها اي جرافيكس عشان تظهر على الشاشه. احنا يعتبر ما خدشناش سطح الموضوع حتى. يعني في الفيرتكس شيدر احنا ليه بنستعمل ماتريكس عشان نغير المكان ولا نعمل روتيشن ولا سكيل؟ يعني ايه اصلا ماتريكس؟ يعني ايه فيكتور؟ طب ليه بنمثل الحاجات دي بماتريكس وفيكتور؟ فكل الكلام ده هتكلم عنه ان شاء الله في كورس اوبن جي ال على القناه هنا، وكمان في الكورس بتاع الرياضيات الخاصه بصناعه الالعاب او صناعه الجرافيكس. طيب دلوقتي تتعلم الكلام ده منين؟ في على يوتيوب بلاي ليست لتشيرنو عن اوبن جي ال، بس انا انصحك تقرا الكتاب بتاع ليرن اوبن جي ال لانه فيه معلومات اكتر واعمق بكتير من البلاي ليست ديت.